صباح الخير. انا جيت من فتره، كان معايا حاله في العلاج الطبيعي واحنا بندردش مع بعض. قالت لي ان هي بتقرا في علم النفس وكده، وانا قلت لها بتقراي ايه ومش عارفه ايه والكلام جاب بعضه. وقالت لي ان هي بتقرا في كتاب معين، وبعدين كملنا كلام عادي. بعدها بفتره يعني واحنا بنكمل باقي الكلام، جيت في النص وقلت لها اني تروما ثيرابيست، معالجه للصدمات النفسيه. فهي راحت مصدومه، وايه ده؟ وقالت لي ان هي قبلها لما هي بتحكي لي على الكتب، هي اول ما سالتهاش على الكتاب ده وايه الحاجات اللي هو بيتكلم عنه، اول فكره جت في دماغها ايه الجهل ده، يعني حتى مش مهتمه ان هي تعرف. اتضح بعدها ان ده شغلي. فهو الفكره، قعدنا نضحك ساعتها كتير جدا. الشاهد من الموضوع او المهم في الموضوع ايه؟ ان احنا في ساعات بناخد الحاجه من بره وبنطلع عليها حكم في دماغنا، وبنسبة خلينا نقول 80 ل 90% الحكم ده ما بيكونش صح. ما بتكلمش على شخص، الاحساس والحاجات دي معلش خلوها على جنب دلوقتي. انا بتكلم على فكرة الاحكام دلوقتي. الاحكام ان احنا في ساعات بنحكم على شخص وبنحط له تصور معين وخطة معينة في دماغنا وشكل معين في دماغنا، وهو ممكن يكون الشخص حاجة تانية اصلا. احنا لو ما كناش كملنا كلام كانت هي هتفضل مقتنعة ان انا شخص مش بيهتم اصلا بالنفسيه والكلام ده كله، وان انا ازاي، وان قد ايه العالم ما بقاش مهتم بنفسيته. صح؟ حتى الدكاتره مش مهتمين، وكل كنا هننزل بيها بعدها بلستة احكام. صح؟ كم مره في يومنا احنا بنحكم على شخص من مجرد تصرف؟ ده اسلوبه وحش لمجرد ان هو ما كانش بيضحك وهو بيكلمني، او عاملني باسلوب ناشف شويه. هو ممكن يكون تعبان، ممكن يكون عنده امتحانات، مزنوق في الامتحانات عادي جدا، ممكن يكون مرهق، ممكن يكون لسه متخانق، ممكن يكون كان عنده، يعني بعد الشر على الجميع، بس كان عنده مشكله. ليه نحكم ونرسم للناس شكل في دماغنا ونبدا نحط لهم تايتلز، وكل شخص انت التايتلز دي؟ هيحصل ايه لو اتحررنا من الاحكام اللي في الغالب 80 ل 90% بتكون غلط؟ 80 ل 90% احنا بنكون شايفين من خلال نظاراتنا، من خلال التروماز بتاعتنا. ودي اكبر واهم نقطة، احنا مش بنشوف اللي الشخص بيعمله فعلا، احنا في الغالب بنشوف التروما بتاعتنا بتقول ايه، وعلى اساسها بنبدأ نترجم. تخيلوا ان احنا قاعدين مع مترجم، والمترجم ده هو بيديك الكلام طبقا للغة بتاعتك، وانت بقى ولغتك، او انت والتروما بتاعتك. ممكن يكون شخص بيقول لي مثلا اعدلي الطرحه، وانا عندي تروما نقص، كان شكلي وحش، تروما النقص بقى تشتغلوا ازاي، وكانوا طول القعده باصين لي. طب كانوا طول القعده واخدين بالهم ان انا شكلي في حاجه مش كويسه، علقوا عليا شكلي مش مقبول، وننزل ب 300 حكم. ليه؟ لمجرد ان احنا ما وقفناش نفسنا لحظه. الشخص ده ممكن يكون عنده 100 سبب تاني غير ان هو بيعمل الحاجه اللي في دماغي. ابسط حاجه ان احنا نروح نسال الشخص نفسه. يعني خلينا دايركت يا جماعه، خلينا دايركت، ان وخلينا عندنا الشجاعه الكافيه ان انا ممكن اروح اسال الشخص انت كان قصدك ايه بالموضوع ده. لما اتاكد ماشي خلاص، لكن قبلها ليه كمل احكام؟ احنا حرفيا بنرسم لكل شخص شكل في دماغنا او خطه في دماغنا، وده اللي هتمشي عليه، او هو ده الشخص ده، مع ان الشخص ده نفسه ممكن يكون مع شخص تاني زي الفل وعادي جدا. كام مرة بنقابل ناس في يومنا الشخص ده بالنسبة لي قمة التوكسيستي، الشخص ده انا مش طايقه، الشخص ده بصوا قرفان منه ومن الكوكب ومن كل حاجة، في حين ان الشخص ده لما بيكون بيتعامل مع ناس تانية ده بيرفكت، ده الملاك في حياته. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتغير؟ ما هو احنا محتاجين نبص للموضوع من منظور اوسع شويه. مش دايما راينا صح، مش دايما راينا هو الصح، ولا دايما راينا هو خلاص احنا مش خاتمين اللعبه، مش واصلين لقمه الحكمه، مع كامل احترامي للجميع. بس احنا يعني معلش شويه تواضع، شويه تواضع بس.
يعني نقلل من الايجو بس شويه، مع كامل احترامي للبوزيشنز بتاعت الكل، بس نقلل الايجو شويه. ان انا مش دايما مش عارفه كل حاجه، ومش دايما عندي البوزيشن اني احكم على كل حاجه. هنا الحاله بتاعتي كانت متصالحه وبنهزر وخدنا الموضوع بلطف وكل حاجه، وضحكنا وقعدنا نهزر كتير بعدها. بس ده فعلا استوقفني قد ايه كام مره احنا عموما في حياتنا بنحكم وبنحط التايتلز على الاشخاص لمجرد ان احنا عندنا حاجه معينه في دماغنا هي اللي بتقول لنا. احنا بنحط التايتلز على حسب التروماز بتاعتنا، دي اكبر واهم حاجه. الثقافه بتاعتنا، الخبرات اللي قبل كده بتاعتنا. فممكن يكون الشخص ده طالع بره الخبرات دي اصلا، ده مبدئيا. يعني معلش ممكن نقول برضو ان احنا نسمح لنفسنا نجرب حاجات جديده وعلاقات جديده وشخصيات جديده في حياتنا. لو انا مش بسمح لده يبقى في ليميتيشن عندي، او في ضيق شويه في السعه ان انا اتعرف على ناس جديده، وان انا اكون متعرضه لشخصيات جديده. فبالتالي كل ما هتقبل ان انا اتعرف على ناس جديده وصفات جديده، كل ما هيكون عندي تقبل اكتر واشيل التايتلز. واهم حاجه في الموضوع ده العلاقات زي ما اتفقنا، عشان نكسر احاديه الراي. لما اسمع من اكتر من حد غير لما اسمع من نفسي، غير لما اسمح للشخص نفسه ان هو يقول لي يعني فين المشكله اصلا. يعني اروح اساله فعلا ايه اللي حصل، او انت كان قصدك ايه بالموضوع ده. هنوفر على نفسنا كتير جدا، وهيساعدنا في علاقاتنا بشكل احنا مش هنتوقعه، لان احنا ببساطه رايحين للشخص دايركت وبنساله، مش عمالين نعمل سيناريوهات في دماغنا. ممكن بس نطلع من دماغنا شويه ونطبق السيناريوهات دي على ارض الواقع ونسال الشخص هو بيقول ايه. صباحكم فل ويومكم حلو.